العود والعطر لهم تكنيك خاص إذا جيت تتطيب وتتعطر. أول شيء احرص إنك تتعطر أثناء ما المبخرة تحت ثوبك. شفت ذا الحركة اللي يسوونها الرجال، يحطون المبخرة تحت ويدخنون الثوب كامل، وأنت تدخن ثوبك تتعطر. هذه أول قيمة. ثاني قيمة، تذكر إنه وقت وجود العود على ثوبك، يعني وأنت قاعد تتبخر، يفرق من رائحة لرائحة. فإذا صرت تبي تتعطر وتبي تتبخر، خل المدخنة تحت ثوبك دقيقة كاملة، لأنه يتحول ريحة العود من ريحة عود فقط إلى ريحة عود عاقد إذا خليته دقيقة، بينما إذا خليته 20 ثانية بس ريحة عود. إذا خليته دقيقة ونص، دقيقتين، يتحول من ريحة عود إلى ريحة عود عاقد. يجيك ريحة عود مو بنفاثة، لا، تحس إن فيها احتراق خفيف جدا، فبتشم رائحة رهيبة. أكثر الناس اللي يجون يسلمون علي يقولون: يا أخي وش ذا الريحة، هو هذا هو السبب.